وهاي الانتخابات ما لها داعي، وراح تكون واحدة من أكثر الانتخابات سوءا من حيث المشاركة السياسية. انتخابات ما بها ايديولوجية حقيقية للمرشحين والناخبين. ليش؟ لأنه انتخابات جتي ورا خيبات أمل لكل الأطراف الشعبية اللي مؤمنة بفكر معين. الكل جربوا سابقا وانطقوا بوري. الطائف ينتخب على مود المذهب، واللي انتخبه راح اتفق ويا طائفيين المذاهب الأخرى على مود مصلحة اللي انتخبوه هو هذاك، فالناخب انضرب بوري. المناطق اللي راح انتخب على مود منطقته، وتالي اللي فاز راح باع احلام المناطقيه، فالناخب انضرب بوري. وحتى المدني اللي انتخب المدنيين من فازوا اغلبهم راحوا اشتغلوا صناع عند احزاب السلاح، فالناخب انضرب بوري. فالكل ايسوا من القصه وعرفوها ما توكل خبز، بوجود هيك مفوضيه وهيك قانون انتخابات وهيك نظام سياسي يحكم السلاح. لذلك صارت العلاقه بين الناخب والمرشح علاقه ماديه بحته واضحه. من الاخير تعال عمي انتخبني واخذ المالات وروح، لا اعطيك وعود بالتغيير والمستقبل الزاهر واكذب عليك، ولا انت تنتخبني وتجي بعدين تقول لي وين حقوقي، ليش ضحكت علي، تبليط هاك، محوله هاك، مبرده هاك، بيض هاك، 200,000 هاك، اخذ مالاتك انطيني صوتك وكل من يروح بدربه، وما لك علاقه انا شو رتب وضعي بعدين. يعني بزار مال يوم الثلاثاء، ومن هذا اللي تجي انت وعلاقتك وتفتر بين الباعه وتشوف شنو معروض، تعبي علاقتك وبعدين تحاسب وتروح. وسبحان الله يوم 11/11 اللي خصصوه اليوم الانتخابات راح يصادف يوم ثلاثاء، فمبروك علينا نزيها.